كابتن داني أسألك، ما دلالة مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا في افتتاح النسخة الحالية، وإلى أي مدى أيضا تحمل طابع تاريخي متجدد؟ نعم، هي تقريبا ليس بالمقابله المنتظره من قبل الجماهير العالميه. لا نتكلم عن جماهير المنتخب المكسيكي او المنتخب الجنوب افريقي، ولكن هي عالميا لا ممكن ما تكون ذات طابع مشاهد عالي، ولكن لما تحمله الكره المكسيكيه وافاكها وحضورها الدائم في كؤوس العالم وتنظيمها المستمر وتنظيمها الجيد والذكريات الجميله. كما تكلمنا، بيليه حقق هنالك كأس عالم، ومارادونا حقق أيضا هنالك كأس عالم، لما تحمله الطابع دائما الكرة المكسيكية. إذا سنشاهد بعض التولع الجماهير بأجواء الجماهير المكسيكية، خاصة كما سبق وكانت هنالك الموجة المكسيكية وأشياء أخرى. إذا أعتقد أن المباراة ستشهد تنافس جميل، وأعتقد هي بادرة لإعطاء الجماهير والمتابعين والمشاهدين، خصوصا نحن العرب، عن كيفية تنظيم وكيفية إدارة هذه البطولة، بما نشاهده من سلبيات بداية في أمور التنظيم وأمور التحرك والتدريب في الملاعب، خصوصا أنها في 3 دول مختلفة.